دي الطريقة الوحيدة للحصول على جيميناي برو مجانا. السلام عليكم، معكم طارق جاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهارده جايب لك الطريقة الوحيدة المجانية اللي تقدر منها تحصل على اشتراك جيميناي برو مجانا. كل عليك يا صديقي تابع معايا الشرح، ومن خلال الرابط اللي هسيبه لك في اسفل الفيديو في الوصف، وكمان في اول تعليق مثبت هتلاقي رابط تدوينه مباشرة فيها كل التفاصيل والروابط اللي احنا نحتاجها في الشرح النهارده. والشرح بتاعنا مقسم لخطوات. الخطوة الأولى، في الخطوة دي يا صديقي عايز اقول لك انك لازم يكون عندك حساب جوجل جديد. اركن حسابك الاساسي ده على جنب، لان في خطوات هنعملها علشان الامان لحسابك الاساسي خليه على جنب. بعد ما تنشئ الحساب هتفتح هنا صفحة جديدة داخل المتصفح بتاعك، تضغط اضافة وتبدأ تكتب الحساب بتاعك وتسجل دخول لواجهة جديدة لوحدها. بعد ما بتسجل دخول بقى نبدأ ندخل على بوت التفعيل، وده بوت تليجرام. اول ما تضغط عليه هيفتح معاك الواجهة بالشكل ده. بعد ما تدخل للبوت وتشغله هيظهر معاك الرساله دي. هنا بيطلب منك شويه طلبات بسيطه. اول حاجه تشترك في الجروب بتاعهم الاساسي. اول ما تضغط عليه بالشكل ده هيوجهك للجروب، هتضغط اشتراك. تاني مهمه مطلوبه منك انك تشترك في القناه بتاعتهم، هتضغط برضو على فولو تو تشانل وهتشترك في القناه وهترجع هنا. واخيرا هتضغط انك اتميت الخطوات بشكل ناجح. هتظهر لك الرساله دي واللي بيقول لك فيها انك علشان تفعل حساب جوجل واحد هياخد منك 2 بوينت، نقطتين. وانت الحساب لما بتكون انشأته لاول مره بيكون معاك 4 نقاط، يعني تقدر تعمل حسابين من نفس التسجيل. ولو دعيت اصدقاء مع كل واحد هتدعيه هتاخد نقطه مجانيه. في خانه الشات اللي في الاسفل هنبدا نضغط على الايقونه دي ونختار ستارت تاسك. هيبدا يقول لنا اختار التاسك اللي انت عايزه. هنضغط برضو في نفس المكان ونضغط على اكستراكت اوفر لينك. هتظهر لنا الرساله دي، هيقول لك اختار طريقه الدفع. طبعا هنختار على يوز بالانس بتاعتنا علشان يخصم من النقاط الاساسيه اللي معانا. هيبدا هنا يطلب منك طلب مهم جدا، ودي اهم نقطه في الموضوع بتاعنا بالكامل. هيطلب منك الايميل والباسورد والكود المكون من 32 حرف ورقم بتاع المصادقه. وعلشان تقدر توصل لرقم المصادقه المكون من 32 حرف ورقم ده بياخدنا للخطوه التاليه. هنرجع هنا للحساب بتاعنا بقى، وهنبدأ نضغط على إدارة الحساب على جوجل، ومن القائمة الجانبية هنبدأ ندور على إعدادات الأمان وتسجيل الدخول ونضغط عليها. هيفتح معانا الواجهة دي. هنضغط على التحقق بخطوتين. علشان تقدر توصل لل 32 حرف لازم تفعل أولا التحقق بخطوتين. من خلال الضغط على التحقق بخطوتين هيطلب منك الباسورد، هتكتبه. هتبدأ هنا في الأسفل خالص ميزة التحقق بخطوتين، لازم تضغط عليها وتفعلها من خلال إضافة مثلا رقم هاتف او حساب تاني احتياطي. ممكن تضيف حسابك الاساسي بحيث ان التفعيل يكون من عليه. ولو ما فعلتش الخطوه بتاعه التحقق بخطوتين ورجعت وبعت المعلومات هتظهر معاك المشكله دي. بس كده؟ لا، لسه في بقى الخطوه المهمه اللي هناخد منها الرقم السري المكون من 32 حرف. هنضغط على الاختيار ده من داخل الواجهه بتاعه التحقق بخطوتين. هتفتح لنا الواجهه دي. هنبدا نضغط على اعدادات تطبيق المصادقه. هتظهر لنا الواجهه البسيطه دي واللي فيها QR كود. وطبعا احنا بنستخدم الجهاز بتاعنا فمش هنعرف نمسح QR كود. هنضغط هل يتعذر مسح الرمز ضوئيا. هيدينا الكود ال 32 حرف اللي احنا بندور عليه. لكن في نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. قبل ما تاخد الكود ال 32 حرف لازم تروح على البوت التاني اللي معانا في شرح النهارده. هندخل على البوت بالشكل ده من خلال الضغط على الرابط اللي سابه لك في التدوينه اللي اسفل الفيديو، وهيفتح معاك الواجهة دي. هتضغط على ستارت. بعد كده هتاخد الكود ال 32 اللي معاك كوبي وتضغط التالي. هيطلب منك هنا ادخال الرمز بتاع المصادقه. هترجع هنا وتلصقه في خانه الشات وتضغط ارسال. هيديك هنا كود مكون من 6 ارقام هتاخده وترجع تديه لصق، تضغط تاكيد. وبكده انت فعلت الخطوه دي وال 32 حرف تقدر تستخدمه. وبكده احنا مستعدين ندخل للخطوه الثالثه. وهنا يا صديقي هنرجع بقى علشان نكمل اهم خطوه وقفنا عندها في الخطوه الاولى داخل البوت. وهنا بنبدا ناخد القالب اللي هو مديهولك علشان تكتب فيه الايميل والباسورد
والرمز السري المكون من 32 حرف. هنبدا ناخد القالب ده بشكل كوبي ونحطه في خانه الارسال بس، ونبدا نستبدل كلمه ايميل نكتب الايميل بتاعنا الفعلي، وفي خانه الباسورد هنكتب الباسورد، واخر خانه طبعا هنكتب فيها الرمز المكون من 32 حرف ونضغط ارسال. لو انت شاكك في طريقه التعديل على القالب ما تقلقش خالص، بعد ما تضغط ارسال بيظهر معاك رساله لتاكيد المعلومات اللي انت دخلتها. هنضغط بس على الاختيار اللي في الشات ونضغط كونفيرم او تاكيد، علشان كده احنا نكون اكدنا كل الخطوات. هتبدا تظهر لنا يا صديقي الرساله دي، واللي بيقول لك فيها ان الطلب بتاعك خلاص قيد التنفيذ، ورقم التنفيذ بتاعك هيكون 24330. ده في حالتي انا. طيب انت عايز تعرف انت الطلب بتاعك هيتنفذ امتى؟ كل عليك يا صديقي روح على القناه بتاعتهم، هتلاقي الطلبات اللي بتتنفذ اول باول بتظهر في القناه. هتعرف انت قدامك كام واحد عقبال ما الطلب بتاعك يتنفذ. بعد تنفيذ الطلب بتاعك هتظهر معاك الرساله دي واللي فيها رابط تفعيل العرض الخاص بيك، واياك ثم اياك تضغط على الرابط ده نهائيا، وهتعرف ليه في الخطوه الرابعه. وزي ما قلت لك يا صديقي في الخطوه اللي فاتت، لازم نقطه مهمه جدا تعملها قبل ما تشغل الرابط، لان الرابط ده متاح تشغيله لمره واحده فقط، فلازم تكون عامل كل الشروط بشكل صحيح. والشرط الاهم هنا انك لازم تكون مشغل VPN على امريكا. وعشان تعمل كده ارجع بس لرابط التدوين اللي انا سايبه لك في الوصف، هتلاقي عندك رابط مباشر لأداة هتثبتها على كروم، وكمان رابط مباشر لتطبيق للأندرويد لو أنت بتستخدم الأندرويد. أنا طبعا بستخدم المتصفح، فهضغط على الرابط ده هيوجهني مباشرة للإضافة الجميلة جدا والمجانية اللي تقدر من خلال الضغط على الإضافة إلى كروم هيبدأ إن هو يثبتها عندك في المتصفح بشكل سريع. هتضغط تثبيت الإضافة، وطبعا تثبيت الإضافة بيكون على الواجهة اللي فيها الحساب اللي إحنا هنفعل عليه العرض. هنبدأ نرجع تاني للواجهة بتاعة التليجرام وناخد رابط العرض بتاعنا كوبي، ونرجع لواجهه الايميل اللي احنا هنفعل عليه العرض، نفتح VPN، نتصل على امريكا، نضغط كونكت، وكده احنا مستعدين نشغل الرابط. هنيجي كده في واجهه جديده ونضغط لصق الرابط ونضغط ارسال، هيفتح معانا الواجهه دي. مبروك عليك يا صديقي، تم تفعيل العرض على حسابك. هنضغط بدء الفتره التجريبيه، هيطلب مننا اضافه طريقه دفع. وطبعا اول ما بتشوف الواجهه دي هتقول بس دي المشكله اللي كانت بتواجه الملايين وكده العرض مش هيدفع. لا يا صديقي، الموضوع سهل وبسيط جدا. كل عليك يا صديقي هتضغط اضافه بطاقه، وهتملى بيانات بطاقه حساب جاري عادي في اي بنك من البنوك المصريه. انا بستخدم فيزا بتاع حساب جاري في البنك الاهلي، وشغاله معايا بشكل طبيعي وبتتقبل في جوجل، لان هنا مش بيخصم منك فلوس، هو بس بيثبت الهويه. اول ما بتضغط على اضافه بطاقه هيطلب منك البيانات دي كالتالي، هتكتبها، وفي النهايه هيطلب منك رمز بريدي. طبعا احنا فاتحين VPN امريكا، فاكتب اي رمز بريدي لاي مكان في امريكا، وهتضغط حفظ البطاقه. بعد حفظ بيانات البطاقه هتظهر معاك الواجهه دي واللي فيها التفاصيل البسيطه اللي المفروض تعرفها، ان هو بعد 12 شهر من الان هيبدا يخصم منك 21 دولار ونص عن كل شهر لو انت مكمل في النسخه البرو. هننزل للاسفل ونضغط اشتراك. طبعا هتقول لي طب ما الفيزا كده البيانات بتاعتها اتحفظت وممكن بعد سنه يبدا يخصم منها. كنا شرحنا في فيديو قبل كده طريقه حذف البطاقه من حساب جوجل الخاص بيه، والموضوع سهل وبسيط يا صديقي. هتدخل على بحث جوجل وهتكتب جوجل وتضغط انتر وتدخل على اول نتيجه هتطلع لك. هتفتح معاك الواجهه دي واللي مسؤوله عن طرق الدفع داخل الحساب بتاعك. كل اللي عليك يا صديقي هتنزل لقسم الاعدادات، هتلاقي عندك اول اختيار اسمه ملف الدفع، هتضغط عليه هيفتح معاك واجهه جديده خالص. هتنزل للاسفل هتلاقي عندك حاله ملف الدفع، تضغط على اختيار اغلاق ملف الدفع، وبس كده يا صديقي هيتم حذف كل البطاقات اللي انت ربطتها على الحساب ده. هنرجع هنا ونضغط على اشتراك وهيجي لك رساله تم الاشتراك بنجاح. ومبروك عليك يا صديقي، كده فعلت جيميناي برو ومزايا جيميناي برو الكامله لمده سنه مجانا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الشرح اللي معانا النهارده. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.